يا مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ معاكم يوسف من قناتكم من قلب العيش. هنا هتلاقوا كل جديد عن تربية الحمام والزغاليل والطيور والأسرار اللي محدش بيقولها. لو بتحب الطيور وعايز تشوفها بتكبر قدام عينك يبقى انت في المكان الصح. يلا نبدأ على بركة الله. النهاردة هنتكلم عن حبوب قوية اللي الناس كتير متعرفهاش ومتعرفش قيمتها. كتير من المربيين بيدوروا على أعلاف طبيعية ترفع مناعة الطيور وتحسن الإنتاج وتدي طاقة للحمام أو الطيور عامة، وممكن تكون بتقدم ذرة أو قمح، بس نسيت كنز مهم جدا. في الفيديو ده هنتكلم عن فوائده المذهلة للحمام والعصافير والطيور، وهل فعلا يستاهل يدخل في نظامك الغذائي ولا لأ. يلا نبدأ في موضوعنا ونغوص في عالم الحبوب اللي هي حبة القرطم. وقبل ما نبدأ في الموضوع، لو حبيت القناة ادعموها بلايك وتشجيع بسيط منك باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، هيفرق معانا كتير عشان نعرف نكمل بقية المواضيع. هنتكلم ايه هو القرطم. القرطم او العصفر هو نبات زي عباد الشمس، بيطلع بذور لونها أبيض أو بيج خفيف، وغني جدا بالزيوت النباتية الصحية، وبيستخدموه في تغذية الطيور والحيوانات، وكمان في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل. فوائد القرطم للحمام: أول حاجة، مصدر طاقة عالي جدا. القرطم فيه نسبة دهون طبيعية عالية، زيوت غير مشبعة، بتدي الحمام طاقة رهيبة جدا خصوصا في الشتاء او مع الزغاليل. تاني حاجة معانا، بيرفع الخصوبة والتلقيح. الزيوت اللي فيه بتحفز الهرمونات التناسلية، وده بيزود فرص التزاوج والبيض خصوصا للذكور. تالت حاجة، تحسين جودة الريش. الدهون اللي فيه بتخلي ريش الحمام أنعم وأنضف ولامع أكتر، وبيقلل تساقط الريش. رابع حاجة، فيه فيتامينات زي فيتامين اي ومواد مضادة للأكسدة، بتخلي الحمام يقاوم البرد والأمراض وخصوصا في فصل الصيف. خامس حاجة معانا، بيساعد على التسمين. ممتاز جدا لو بتجهز حمام للذبيح او عاوز تزود وزن الزغاليل بسرعة. سادس حاجة كمان، مفيد للزغاليل في اول عمرها، بيزود اللبن في حوصلات الامهات في تغذية الزغاليل، بتكون افضل اذا كان الذكر او النتاية بياكلوا قرطم في اول لما البيض بيفقس، ده بيزود اللبن بتاعهم. سابع حاجة، بيمنع بعض المشاكل الهضمية، في ألياف كويسة بتساعد على الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. طريقة تقديمه للحمام بتكون مع الخلطة مع الحبوب الأساسية، معاه الذرة والقمح والعدس. يعني لو الإجمالي 3 كيلو ذرة وجة وربع صفرة وربع بسلة وربع عدس ونص قمح، ممكن نحط مثلا تمن أو ربع كيلو من القرطم مع الكلفة ونخلطها للحمام. تحذير مهم جدا، ما نديش كميات كبيرة جدا علشان الدهون الكتير ممكن تسبب إسهال أو خمول. طبعا القرطم مهم جدا انه بيرفع الخصوبة، وبيساعد كمان النتاية انها تنتج لبن الحويصلة ده للزغاليل اللبن. القرطم مش بس حبة صغيرة، ده كنز طبيعي لازم يدخل نظام التغذية. لو عاوز حمامك يبقى قوي ونشيط ومنتج، لازم نحط قرطم للحمام. جربه وراقب الفرق بنفسك، ولو عندك تجربة معاه اكتبها في الكومنتات علشان نستفيد كلنا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك علشان اعرف انتوا استفدتوا ولا لأ، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد في الفيديو والمعلومات اللي احنا بنقدمها. سلام.